هذه القصة فيها وفاء وإخلاص أعتقد بعمرك ما سمعته. تزوج رجل من امرأة جميلة جدا، ثم أصيبت الزوجة بمرض جلدي خطير، يعني أن جلدها يتساقط، وهنا شعرت الزوجة بأنها فقدت كل جمالها. وزوجها كان مسافر، وفي طريقه للعودة أصيب بحادث سير مما أدى لفقدان بصره وأصبح أعمى. أكمل الزوجان حياتهما الزوجية يوما وراء يوم. كانت الزوجة تفقد جمالها وتتشوه أكثر، والزوج أعمى لا يعلم بالتشوه. أكملوا حياتهم بنفس درجة الحب والوئام. الرجل يحبها بجنون ويعاملها باحترام كالسابق، وهي كذلك، إلى أن جاء يوم وتوفت فيه زوجته، وحزن حزن شديد لفراقها. بعد الدفن قام الزوج وخرج من المكان وحده، فسأله شخص: كيف ستمشي وحدك وهي كانت من تقودك طيلة الفترة السابقة؟ فقال الزوج: أنا لست أعمى، إنما تظاهرت بالعمى حتى لا أجرح زوجتي، فعندما علمت بإصابتها بالمرض لقد كانت نعم الزوجة، وخشيت أن أكون سبب في نكسها وجرحها. قل النساء من مثلها وقل الرجال من مثله. والسلام عليكم.